بكرم صديق عزيز عليا جدا، صديق اعتقد ان هو مر بتجارب ممتازة في تاريخ السينما المصرية، مدير تصوير عظيم جدا، اشتغلنا مع بعض، متخرجين من نفس المدرسة. سعيد جدا ان انا بكرمه. كل الافلام المرممة اللي رممناها من الشركة القابضة رممها زميلي وصديقي اللي بنكرم النهارده، كنت انا وهو لوحدنا مع المجموعة العظيمة من مركز الترميم في مدينة الإنتاج. صديق عزيز جدا عليا، بحب قوي ان انا اقدمه لحضراتكم. هياخد الهرم الذهبي لإنجاز العمر، مدير التصوير العظيم محمود عبد السميع. The Golden Pyramid for Lifetime Achievement goes to Egyptian cinematographer Mahmoud Abd Samia. سعد الدين سعد نديم كان هو رئيس مخرج من كبار مخرجي السينما التسجيليه، رئيس الافلام التسجيليه في الوقت ده. فقال لي انت طالب ازاي تطلب 18 لمبه فيلم تسجيلي؟ قلت له علشان هصور لونج شوت، لقطه عامه للمكان. طب استنى بس نأجل التصوير. وقف التصوير 3 ايام، ما كنتش عارف ليه، ومش راضيين يجيبوا لي عدد الكشافات دي. فقال لي انا اتصلت بعبد العزيز فهمي والحاج وحيد فريد و3 4 قال لهم دول طبعا مديرين التصوير يا استاذ محمود. طبعا كانوا مديرين تصوير كبار، انا تلميذ عيل صغير بالنسبه لهم. قال لهم ده محمود عبد السميع ده عايز يصور لونج شوت للقاعه دي. قالوا له مستحيل تصور اللونج شوت، احنا بنصور زاويه منها وعمرها ما صورت لونج شوت ابدا. صور زاويه ويحط الاضاءه في الزاويه الثانيه، ينقل الاضاءه ويصور الجنب الثاني، انما تصور لونج شوت لا. فجاء قال لي الكلام ده. قلت له يا استاذ سعد انا هصور فعلا اللونج شوت، وقلت له على الفكره اللي قلتها لكم دلوقتي. فيعني كنت انا يعني في العشرينات من عمري، فبص لي كده واستغرب، قال لي يبقى انت اول واحد تصور المكان ده لونج شوت.